السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن شاء الله النهاردة اليوم التاني للكتاكيت، وده جبنا امبارح مضاد استقبال 3 أيام أهو. ده مضاد، ده 3 أيام، وده فيتامين، ده فيتامينات ألف دال إيه، ودي أملاح معدنية اهو. 3 أيام برضو 4 أيام، ده والتاني يوم بيتبادلوا مع بعض، يعني ده يوم وده يوم متبادلين مع بعض، ده يوم والتاني يوم. لأن بيقولك امبارح كان هيديني، خلي بالكم إن في شركات في المضادات بتاعتها زي كأنها تحت السلم كده، زي الأدوية اللي بتعمل تحت السلم، بيطرية بس تحت السلم. فانا ما رجحش ان انا اجيبها. كان في اسمه 1 2 3 اوكسي باين، مرضيتش اجيبه ان هو يعني ضعيف جدا للكتاكيت. فانا قلت له لا مش عايزه، انا عندي مضاد تاني استقبال لده بدل ده يعني. وجبت دوت الكيسه برضو التانية برضو حوالي ب10 جنيه، بس انا جربته قبل كده وما نفعش معايا. فده بيبقى ايه، الشركه مثلا بتاعت الادويه بتعمل يعني بتكون الأكياس أو الأدوية غالية، فبتدي بقى يعني مثلا زي معلقتين كده ولا حاجة ب10 جنيه، غير لما بتدي مثلا ايه الإزازة كبيرة أو الكيس كبير. طبعا ده شغل مزارع وكده. لكن اللي هو 1 2 3 ده أوكسي، بأوكسي باين أو أوكسي زي تحت السلم كده، فبيعملش أي نتيجة، يعني ما تجيبش منه أحسن. الشركات اللي هي الكويسة اللي يعتبر اللي هي المعتمدة كأنها بتوزع للمزارع، يعني تروح للدكتور بيطري هيديك العلاج اللي هو بتاع المزارع. لكن لو جبت مثلا الراجل بينزل فراخ وكلام من ده وكتاكيت، هتلاقيه الحاجات اللي هي العلاج اللي هي كل شيء كان يعني تحت السلم. فانا ما رجحش ان حد ياخد يجيب من عند بتاع اللي بيجيب منه الكتاكيت. لازم يكون دكتور بيطري. ليه بقى؟ ان الدكتور البيطري عارف العلاج ايه، لانه هو كمان بيبقى عنده ايه كمان زي مزرعة كده بيربي فيها. يعني لما تجيبوا علاج هاتوا من دكتور يكون ايه عنده مزرعة وفتح زي عيادة كده وبيبيع كل حاجة. لكن تحت السلم ده ما هتجيبوه هياخد منه الكتكوت ولا كأنه عمل حاجة. احنا دلوقتي بصوا هنحطه من دوت هنيجوا نشربه. خليكم معانا اهو. شايفين يا حبايبي حطيت لهم الدواء ده، الدواء المضاد ده 3 ايام، والازايز دي زي ما قلت لكم يوم ويوم، يعني ده يوم ده يوم وده كمان يوم وده كمان يوم. ليه بقى؟ عشان ده يوم وده يوم تبادل لمدة 4 ايام. دي املاح والتاني فيتامينات، املاح معدنية وفيتامينات. فده بقى ايه تحطوا منه يعني زي ما قلنا اسبوع. وان شاء الله برضو على العمر 10 ايام هجيب لكم برضو علاج اللي هي الكوكسيديا برضو. وبرضو خليكم معانا برضو. بص احنا رفعنا برضو المية عشان يعرف الكتكوت يعرف يشرب. كانوا داخلين جوه في المية وهيبهدلوا الدنيا وهيبهدلوا نفسهم كمان. فكده واخدين بالكم يا جماعة، عشان ما حدش بس ايه، عشان حرام يعني برضو المصداقية، ما حدش يجيب علاج من عند الدكتور اللي هو العادي، يعني اللي قصدي بتاع الكتاكيت يعني. لان قصدي العلاج ده تحت السلم، فعلاج تحت السلم ده ما بيجيبش نتيجة هتاخده منه ولا كأنك اديته حاجة وفلوس وخلاص. فانت ممكن تروح للدكتور ولو عايزه مثلا علاج استقبال هديك ازايز صغيرة واكياس صغيرة بيعتبر بنفس الثمن. تمام. ف وان شاء الله برضو خليكم معانا برضو في المتابعة ان شاء الله. واول باول واي حاجة ان شاء الله هقولها لكم، يعني اي معلومة ان شاء الله يعني هقولها لكم بكل امانة يعني. وان عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك ولايك حلو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.